في فيديو النهاردة هنلخص فيلم هوم اون ذا رينج أو مزرعة في خطر، وده فيلم من أحلى أفلام ديزني، بس هو قديم شوية، عدى عليه أكتر من 20 سنة. وبيبدأ الفيلم مع البقرة ماجي هي وصاحبها وهم معزلين من مزرعتهم بعد ما اتسرقت من أخطر عصابة في الغرب، لماضى سليم وعصابته، وبيكونوا سرقوا كل المواشي اللي في المزرعة ما عدا ماجي، وبسبب كده صاحبها بيقرر إنه يبيع المزرعة وماجي كمان، والمزرعة اللي رايحة لها كل اللي فيها بيكون سعيد، وصاحبة المزرعة بتهتم بالحيوانات اللي فيها، وهم كمان بيساعدوها في لم المحصول وباقي أمور المزرعة. ولما بتكون البقرة ظريفة والبقرة هانم بياكلوا، في مجموعة من الخنازير بيتخانقوا مع المعزة ناطحة على علبة صغيرة، فظريفة بتروح تحل المشكلة وما بتقدرش، لكن أول ما بقرة هانم بتيجي بتحل المشكلة من أول كلمة. وبتكون ماجي وصلت وهي داخلة المزرعة بتعمل استعراض كبير جدا، وده ما بيعجبش بقرة هانم، لكن بترحب بيها هي وظريفة. وماجي بتلعب مع الخنزير الصغير وبيفضلوا يرموا لها أكل وهي تاكله، لحد ما بيجي المأمور مع الحصان بتاعه شطح، وبيكون جايب لصاحبة المزرعة اللي بيكون اسمها جوهرة إنذار من البنك عشان المحصول طلع ضعيف وما قدرتش تديهم فلوس، وبيقول لها المأمور إنها لو ما وصلتش الفلوس في خلال 3 أيام هيحجزوا على المزرعة. وجوهرة بتكون حزينة جدا وحيوانات المزرعة بيكونوا شايفين كده، والمأمور بيقول لها إنها عندها أحسن حيوانات ولو باعت جزء منهم أكيد المشكلة هتتحل، لكن جوهرة بترفض وبتقول له إن دول عيلتها، وبتغضب جدا وبتطرد المأمور. والبقرتين بيسندوها لحد البيت وبتطلب من الحيوانات يسامحوها عشان مش قادرة تلاقي حل، وبيفضلوا هم يفكروا في الحل وهم خايفين أحسن يتباعوا. وبتيجي فكرة لماجي وهي إنهم ممكن يكسبوا فلوس كتيرة جدا لما يروحوا معرض المدينة، وبيكون المعرض بعد أسبوعين، وهم ممكن يكلموا حصان المأمور يأخر لهم الدفع شوية. والكل بيعجبوا الفكرة بتاعتها ما عدا بقرة هانم عشان ممكن جوهرة تحسبهم تاهوا ولا حاجة، وهي هتفضل جنبها هنا. وماجي بتاخد ظريفة وبيمشوا، لكن لما بقر هانم بتشوف نظرة الكتاكيت ليها واللي ما بيكونش عاجبهم اللي هي عملته بتقرر تروح معاهم عشان بس تقول لهم على الصح والغلط، وبينطلقوا في طريقهم للمدينة. وبنروح بعد كده لشطح اللي بيكون محاصر من شوية مجرمين، لكن بفضل القوة والسرعة اللي هو فيها بيقدر يتغلب عليهم كلهم. وده كله بيكون في خيال شطح ومفيش حاجة حقيقية. وبنعرف من الكلب صاحبه إنه كان بيحلم تاني، وبيكون شطح نفسه إنه صاحبه يبقى واحد من اللي بيحاربوا المجرمين. وبتوصل رسالة للمأمور إن ريكو قبض على مجرم وجايبه للسجن، وشطح لما بيعرف إن ريكو جاي بيتحمس جدا. وبتوصل الثلاث بقرات المدينة وبيكونوا مفكرينها زي المزرعة، لكن بيتخضوا من الصوت العالي اللي فيها وبيجروا وبيدخلوا مسرح وبيخوفوا الممثلات اللي عليه. ولما بيجوا ينزلوهم ماجي بتهجم على واحدة منهم وبيكون الزباين مبسوطين جدا وبيضحكوا على العرض، وبتحصل فوضى كبيرة في المكان وكل واحد بيضرب في التاني لحد ما بتطردهم صاحبة المسرح. وهم بره بيقابلوا شطح وبيطلبوا منه يزود المهلة أسبوعين وهم هيكونوا على الأقل جمعوا 60 دولار، لكن شطح بيرفض والفلوس اللي بيكونوا محتاجينها أصلا 750 دولار. لكن مرة واحدة الغيوم بتملى السماء وكل الدوشة اللي في المدينة بتختفي، وده بسبب وصول ريكو. وبيروح للمأمور وبيسلمه المجرم وبياخد فلوسه، وبتشوفهم ماجي وبتكون مفكراه بيوزع فلوس، والمأمور بيطلب من ريكو إنه يقبض على آخر مجرم لماضة سليم، والمكافأة بتكون 750 دولار. وأول ما ماجي بتسمع الرقم بتقول ليه ما نقبضش على لماضة سليم وبالمكافأة ننقذ المزرعة، لكن كالعادة بقرة هانم ما بتعجبهاش الفكرة، وريكو بيكون محتاج حصان جديد، وكل صفة المأمور يقولها إن الحصان محتاجها شطح يعملها لحد ما ريكو بياخده وبيكون مش مصدق نفسه. ولما ماجي بتقنع بقرة هانم إنهم يقبضوا على المجرم بتفضل تهزر معاها لحد ما البورنيطة بتاعتها بتقع في الطين، وده خلى بقرة هانم ترمي ماجي كلها في الطين. وبيتخانقوا هما الاتنين لحد ما المأمور بيشوفهم وبيربطهم في عربية رايحة القطيع، وبيمشوا من طريق وشطح بيمشي من طريق، وهما ماشيين بيعدوا على مزرعة ماجي القديمة اللي بتكون بتتباع في مزاد، وده بيخليها تحزن جدا وبتفتكر اللي عمله لماضي سليم في قطيع المزرعة. وفي نص الليل بيكونوا وصلوا للقطيع وفي تيران بتفضل تضايقهم، لكن في حد بيهجم على أصحاب القطيع وبيربطوهم، وبيطلع لماضي سليم. ولما ماجي بتشوفه بتغضب جدا وبتهجم عليه، بس هو بيتفادى هجماتها وهو بيغني، وأول ما بيعزف على الجيتار وبيغني أغنية معينة بيسيطر على البقر كله بطريقة سحرية ما عدا ظريفة، وبيفضل يرقص ويغني مع البقر لحد ما بياخدهم كلهم. بس ظريفة بتقدر تنقذ ماجي وبقر هانم، ولما سليم بيهرب قبل ما ريكو وأصحاب القطيع يوصلوا له، وبيوقع صخرة كبيرة بتسد النفق، والبقرتين بيكونوا مش فاكرين حاجة من اللي حصلت، وشطح بيتنطط قدامهم وهو فرحان عشان بقى شريك ريكو. لكن لما ريكو بيشوفه بيعمل كده بياخد حصان غيره وبيمشي،
وشطح بيبقى مصدوم، فماجي بتفضل تتريق عليه، ولما ظريفة بتعرض عليه ينضم ليهم ويقبض على رمادة سليم بيرفض، وبتجيله فكرة إنه ممكن يقبض عليه لوحده ويرجع ثقة ريكو فيه، وبنروح لسليم وهو فرحان بسرقته، وبيكون ده آخر قطيع في المنطقة. وبيكون رمادة سليم ما بيعملش كده عشان يكون أغنى ملك أرض بس، ده بيحب يشوف معاناة المزارعين، عشان وهو صغير اشتغل في مزارع كتير، لكن مفيش حد قدر موهبته في الغنى. ولما حد من المساعدين بتوعه بيقولوا له إن يمكن غناه اللي كان وحش بيتعصب عليه وبيحاول يضربه، ولما بيبعد بيشوف المزرعة بتاعة جوهرة اللي كان دايما بيخبيها براسه، وبيقرر سليم إنه ياخدها، وبتكون المزرعة معروضة في مزاد، وبنروح المزرعة وبنلاقي الخنزير بيطمن ولاده إن التلات بقرات جايين وهينقذوهم، لكن نطح بيقول إن البقر كائنات ذكية وعشان كده لما حسوا بالخطر هربوا ومش هيرجعوا تاني، وبسبب كلامه باقي الحيوانات بتخاف، لكن الخنزير بيهديهم وبيفكرهم بالمساعدات اللي ظريفة وبقر هانم قدموها له، وماجي كمان هتساعدهم. وجوهرة بتكون حزينة جدا على المزرعة بتاعتها وبقراتها اللي تاهوا ومش عارفة هم عايشين ازاي، وبيكون البقرات ماشيين ورا أثر أقدام القطيع، وشطح بيكون سابقهم، لكن لما بيشوفهم بيضيع الأثر عشان يضللهم، ولما البقرات بتشوف كده بيعرفوا إن شطح هو اللي عملها، لكن بيكملوا طريقهم، ولما بيمشوا شوية الأثر هيتجمع تاني، لكن الدنيا بتمطر والأثر بيختفي وبيحصل فيضان مفاجئ، وللأسف البقرات ما بتقدرش تهرب منه، وماجي بتكون هتغرق، لكن بقر هانم بتنقذها وبيوصلوا لمنطقة عالية، ولما ماجي بتكون عايزة تكمل بقر هانم بتقول لها إن أول ما الفيضان يهدى هيرجعوا على المزرعة، وماجي بتسألها على فلوس المكافأة والقبض على رمادة سليم، وبقر هانم بتعرفها إنهم ما كانش عندهم فرصة يقبضوا عليه أصلا، وإنها بتجري وراه عشان تنتقم منه بس، وبتفضل تقول لها كلام يزعلها، وإنهم كانوا يقدروا ينقذوا المزرعة لو ما كانتش اتدخلت، وإنها أكبر مشكلة جت على المزرعة، وماجي بتزعل من كلامها جدا، وبيقرروا هما الاتنين إنهم مش هيمشوا مع بعض تاني، وبنروح لجوهرة وهي بتلم حاجاتها من بيت المزرعة وهي حزينة جدا. وتاني يوم ظريفة بتكون قابلت أرنب وبيكونوا حضروا الفطار للبقرتين، وبيكون هو كمان لماضة سليم سرق المنجم اللي هو عايش فيه وبيكون مستخبي فيه دلوقتي، وماجي بتكون عايزة تروح له، لكن ظريفة بتعرفها إنه خطر تروح لوحدها وإن لازم يروحوا مع بعض، ولما بقر هانم بترفض ماجي بتقول لها إنه ظريفة معاها حق، أنا عايزة أصفي حسابي مع سليم وأنتم محتاجين فلوس للمزرعة، وإن أول ما يقبضوا عليه هتمشي وتسيبهم، فبتقتنع بقر هانم بكلامها، وبينطلقوا على المنجم اللي بيكون فيه لماضة سليم بيبيع البقر اللي سرقه لواحد من أكبر التجار اللي بيشتروا البقر المسروق، واللي بيكونوا أكتر من 5000 راس، ولما البقرات بيوصلوا المنجم بيلاقي شطح واقف على الباب والطور مش راضي يعديه، وبيعرفوا إن البقر بس هو اللي مسموح له بالدخول، ولما البقرات بتسمع كده بيدخلوا كأنهم تاهوا عن القطيع، وشطح بيفضل بره لكنه بيشوف ريكو، فبيروح للحصان بتاعه وبيعرفه إن أول ما ريكو يقبض على الحرامي هيفضل يضرب فيه عشان يوصله بسرعة، وده بيخلي الحصان التاني يخاف ويهرب، والبقرات بيعملوا خطة إزاي يقبضوا عليه، وظريفة بتاخد فرو من الأرنب عشان لماضة سليم ما يقدرش يسيطر عليهم بصوته، وبنروح لتاجر المواشي اللي بيلاقي إن القطيع ناقص 3 بقرات، وسليم بيشوف ظريفة واقفة بعيد فبيغني عشان تجيله، لكن هي بتمشي بعيد عنه، وبعدها بقرة هانم وما قدرش يسيطر عليها برضه، فبيتعصب وبيروح لهم وبيغني، وبتيجي ماجي من وراه بعربية لكن هو بيمسكها، فالبقرتين بيضربوه وبيوقعوه فيها، والأرنب بيربطه وبيضربه عشان يسكت، والبقرات بياخدوه وبيجروا، لكن بيقابلوا شطح والطور وبياخد منهم سليم وبيهرب من الطور وبيركب رافعة، والبقرات بيروحوا وراه، ولما شطح بيوديه ريكو البقرات بتاخده تاني، وريكو بيستخدم شطح وبيجري وراهم، وكمان مساعدين سليم بيطاردوهم لحد ما بيوصلوا لهم، واحد منهم بيشد الرافعة اللي بتعمل شرار كتير وبتيجي على المتفجرات اللي بتكون في كل مكان، ولما بتنفجر بترميهم بعيد بس بيكونوا لسه وراهم، وفي قطر جاي في وشهم وكلهم بيخبطوا في بعض، وبسبب كده لمغدا سليم بيتحرر وبيقدر انه يمسك ال3 بقرات ويسلمهم للتاجر، وبيعرفوا على العميل بتاعه ريكو، واللي بيكون شغال لصالح سليم وبيأمن على مسروقاته، ولمغدا سليم بيستعد عشان رايح يشتري مزرعة جوهرة، ولما شطح بيعرف ان ريكو مش بطل ولا حاجة بيرجع للبقرات وبيضرب التاجر، وبيضرب ريكو هو كمان ومعاه مساعدين سليم، والبقرات بينضموا ليه هم كمان وبيخلصوا عليهم كلهم، وبيكونوا مش عارفين ازاي هيسبقوا لمضى سليم على المزرعة، وبيقرروا انهم يستخدموا القطر، لكن وهم في الطريق في قطر بيقابلهم، فالارنب بيركب على ظهر شطح وبيقدروا انهم يغيروا التحويلة على اخر لحظة، وعلى الناحية التانية المزرعة بتكون خلاص اتباعت لسليم، لكن قبل ما يمضي العقد البقرات بيكونوا وصلوا ودخلوا بالقطر المزرعة، ولمضى سليم بيتصدم أول ما بيشوفهم وبيكون لسه هيضربهم بالمسدس، لكن حيوانات المزرعة بتتحد مع بعض وبيهجموا عليه وبيضربوه لحد ما المأمور بيكتفه بالحبل،
وبيبعتوا على السجن، وبسبب إن البقرات هم اللي قبضوا عليه جوهرة بتاخد المكافأة وبيقدروا إنهم ينقذوا المزرعة وبيكونوا مبسوطين جدا، بس ما بيلاقوش ماجي معاهم وبيكون باب المزرعة مفتوح وبيفتكروها مشيت زي ما قالت لهم. بتكون وراهم وبتاكل وبتروح تعرفهم إن هي خلاص هتمشي، بس بقرة هانم بتقول لها إنها تقعد معاهم وإنها خلاص بقت واحدة منهم، وماجي بتوافق على كلامها وبيعيشوا مع بعض كلهم في سعادة. وهنا بيكون انتهى الفيلم. لو عجبك ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وتشير الفيديو في كل مكان. سلام.